وبعض الأفكار توصل من خلال القصة. بس قبل لا أتكلم القصة أريد أسألك سؤال. أنت مو يريحك الاعتدال لو أنا متوهم، صح؟ إذا حبيت التطرف لا تسوي اللي تحب، سوي اللي يريحك. أنت مو أحيانا تشوف بعض شبابنا يحبون من يشوفون بعض البنات متبرجات، على بده يشوف مرة مزوجة وكذا يحب هيك شيء، لكن اللي يريحك انتشار الحشمة والعفة لو لا، صح لو أنا غلطان؟ لأن من النساء أمك، ومن النساء أختك، ومن النساء عرضك. أنت أحيانا تحب بعض اللهو، تحب الفاحشة، بس اللي يريحك شنو؟ اللي يريحك أن تشوف المجتمع تنتشر في ربوع الهدى، أو ينتشر في ربوع الهدى والثقافة السليمة. هذه حكايتي إلك اليوم، ابني بنتي اللي يوصلها الصوت وأنا أدري يسمعوني يثقون بكلامي. أنت سوي اللي يريحك، لا تسوي اللي تحبه. هاي فد يوم أكو 2 شباب رياضيين، فواحد من الشباب أهدي إليه تكرمون حذاء يرتديه، والده أهدى له فد حذاء يكرم السامع، هو يرتدي كلش حب هذا الحذاء، ويبدو أنه هذا الحذاء نوعية جيدة، فظل يرتديه. ورا سنة سنتين كبرت رجله، لكن هو ظل شنو؟ يرتدي نفس الحذاء ويجي يلعب رياضة. صديقه ايش قال له؟ قال له أشوفك أنت باقي على هذا الحذاء، ودا أشوفك تتألم، أنا أريد أهدي لك، أنا أريد أشتري لك فد حذاء جيد وأيضا ماركة وعلى مود أنت ترتاح. قال له لا، أنا أحب هذا الحذاء لأن هذا أهدى لي يا أبويا. قال له مو خاف ضرر عليك؟ قال له لا. استمر هذا الشاب يرتدي إلى حد أن تورمت قدمه، وأصاب قدمه مرض طبي، أجلسه بالدار أقعده، وصار ما يقدر يمارس الرياضة أبدا. إجا زار صديقه قال له شبيك سلامات؟ قال له الطبيب قال لي هذه رجلك صابها مرض كلش خطير، انت بعد ما تقدر تمارس رياضة كرة القدم ابدا، ما تقدر تمارس هذه الرياضة. قال له شنو السبب؟ قال له السبب هو الحذاء. قال له انا مو قلت لك في لحظتها، قلت لك اخذ اللي يريحك، لا تتعلق باللي تحبه، احيانا اللي تحبه هلاكك من وراء. وفعلا الله كثير اكو اشياء احنا نحبها اليوم بس هلاكنا بيها. الاسلام من البدء رسول الله صلى الله عليه واله دعا الى محاربة النفس. من اجوا قال لهم رجعتم من الجهاد الاكبر رجعتم من الجهاد الاصغر، عليكم بالجهاد الاكبر. قالوا يا رسول الله وما الجهاد الأكبر؟ قال مخالفة النفس. خالف النفس لأن هذه النفس تهلكك. نعم.